كيف نستقبل رمضان؟ كيف يكون استقبالنا له؟ كيف يكون استقبالنا لهذا الموسم العظيم؟ ماذا نصنع؟ أي شيء نعمل؟ أول ذلك ادخل هذا الشهر مستحضرا عظمته ومكانته ومنزلته العلية، لا بد من هذا. وإلى هذا المعنى أعني هذا الاستحضار لمكانة الشهر، قال نبينا لما أقبل رمضان: إذا كان أول ليلة من رمضان حصل كذا وكذا وكذا من خصائص رمضان. لماذا أخبر هذا الإخبار؟ حتى يدخل المرء لرمضان مستشعرا مستحضرا خصائصه وميزاته، فيكون إقباله فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى أعظم، وشأنه في هذا المقام أكبر. الأمر الثاني: تدخل إذا أكرمك الله فبلغك رمضان فرحا بنعمة الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بنعمة الله عز وجل وتحمده سبحانه وتعالى، تثني عليه خيرا، تشكر الله عز وجل على عظيم النعمة وكبير المنة. ولا تنسى إذا دخل رمضان وهل هلاله أن تدعو بالدعوة المشروعة لك في كل شهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لا تنسى هذه الدعوة، فإنها تشرع للمسلم أو يشرع للمسلم أن يقولها كلما رأى الهلال من أول كل شهر، يدعو بهذا الدعاء. فاحرص عليها في كل شهر، وفي رمضان خاصة تدعو الله عز وجل أن يهل عليك هذا الشهر العظيم والموسم الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ويستفاد من هذه الدعوة سواء في رمضان أو غيره أن الشهور مستودع الأعمال، فالشهر يهل هلاله ثم يمضي ويأتي آخر يهل هلاله، وهي مستودع للأعمال. ولهذا قال: أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالشهور إنما أوجدها الله عز وجل للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فاغنمها في ذلك وجاهد نفسك على تحقيق ذلك. ولهذا إذا دعوت في أول كل شهر بهذه الدعوة أتبع الدعاء بالعمل، وجاهد النفس على تحقيق الإيمان والعمل بالإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى. ومما تستقبل به رمضان التوبة إلى الله، وكلنا مقصر وكلنا مذنب وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو تفقد كل منا نفسه لوجد فيها ما فيها، أنا وأنت والثاني والثالث، كل واحد منا إذا تفقد نفسه سيجد فيها ما فيها. فليتوب إلى الله، ليتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح من كل ذنب وخطيئة، صادقا مع الله في توبته، لا يستبقي في نفسه ذنب يعلم أنه معصية لله عز وجل، لا يستبقيه في نفسه، بل ليصدق مع الله في التوبة منه وليترك، وليجعل شهر رمضان فكاكا لنفسه من الذنوب الذي بها الفكاك من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. فليدخل هذا الشهر تائبا مستغفرا منيبا طامعا في مغفرة الله عز وجل والعتق من النيران. ورمضان إذا دخل يخرج سريعا، سبحان الله، يدخل سريعا ويخرج سريعا، تمر أوقاته سريعا. فعليه أن يغنم أوقات هذا الشهر في طلب الغفران، طلب العتق من النيران، والصدق مع الله سبحانه وتعالى، تائبا منيبا إلى الله عز وجل. وإذا كان شهر رمضان شهر القرآن، فماذا أعددت لنفسك مع القرآن؟ وانتبه لهذا جيدا، ماذا أعددت لنفسك مع القرآن؟ كلام الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان جبريل يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن. فماذا أعددت لنفسك من مدارسة القرآن وتلاوته وتدبره؟
ولهذا إذا دخل رمضان استحضر ما لرمضان من خصوصية عظيمة مع القرآن. وكان بعض السلف إذا دخل رمضان أقبل على القرآن وقال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن أو وتلاوة القرآن. وشأن السلف مع القرآن شأن عجيب، ومن يقرأ سيرهم يعلم ذلك. ولهذا ضع لنفسك برنامجا مع القرآن في رمضان لا تنثني عنه ولا يصرفك عنه صارف. الزم هذا البرنامج مستعينا بالله سبحانه وتعالى. مثلا تقول أختم في 3، أختم في أسبوع، أختم في 10، حسب ما تعلم من وقتك، لكن البرنامج الذي تضعه لنفسك التزم به وكن جادا مع نفسك في الالتزام. وإذا قرأت القرآن لا يكون حظك منه مجرد التلاوة، بل احرص على التدبر والتأمل والاهتداء بهدايات القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كن من أهل التدبر والتذكر والعقل لهدايات القرآن ودلالاته العظيمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا دخل رمضان اعتني بصيامك، حافظ عليه، نزهه عن كل ما لا يليق به، وتذكر أحاديث في هذا المقام، مقام صيانة الصيام وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا حظ له إلا الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. ولهذا ينبغي على المرء أن يصون صيامه عن كل ما يقدح فيه. ومن هذه الصيانة ما جاء في الحديث: وإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كل هذا صيانة للصيام ورعاية له. وفوق هذا ليحرص على تكميل الصيام بما يكون به عظم الأجر والثواب، فإن الصوام ليسوا سواء في الأجر بل يتفاوتون. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهذا يدل على تفاوت أهل الصيام في أجر الصيام بحسب حظهم من ذكر الله. لماذا؟ لأن الصيام والصلاة والحج وعموم الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله. أفيستوي في أجر الصيام الذاكر والغافل؟ هل يستوون؟ أيكون أجرهما سواء؟ لا والله، بينهما بون شاسع. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم لله ذكرا. بل كما قال ابن القيم، ذكر ذلك في كتابه الوابل الصيب، قال: أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. ولهذا احرص في نهار رمضان على كثرة الذكر، قراءة للقرآن، تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا، قراءة لكتب العلم وحضورا لمجالس العلم وجلوسا فيها واستماعا لما يقال فيها من خير، فإن مجالس العلم مجالس ذكر لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتبين الأحكام ويعرف الناس فيها بالله وأسمائه وعظمته وصفاته، وتتلى فيها آيات الله وتبين معانيها وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين معانيها، ويتفقه الناس ويتعلمون الخير. هذا كله من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وليحرص في رمضان على البعد، كل البعد، عن وسائل الشر وأبوابه وطرائقه، وليغلق تلك المنافذ. والنفس ضعيفة
فإنه إن فتح لنفسه منفذا من تلك المنافذ، وهي والله المستعان قد كثرت في هذا الزمان من خلال الأجهزة التي مع الناس في بيوتهم وفي أيديهم، فليحرص على إغلاق وإيصاد تلك المنافذ. وإذا لم يغلق تلك المنافذ في رمضان مع عظم خيره وكثرة بركته، متى عساه أن يغلقها؟ وإذا لم يمنع نفسه منها في رمضان، متى عساه أن يمنع نفسه منها؟ ولهذا رمضان يعد فرصة ثمينة للمؤمن للخلاص من الذنوب.